جند الدم عليكم يا رب توب عليهم ولا ما تبتش عليهم. جند الدم في عروقهم حتى يتمنون الموت فلا يجدونه. يا رب 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 يا رب. فربما يأتي يوم على بعض السنة يأتي ولد ولده أصبح شيعيا بعد أن كان أبوه أو جده سنيا، حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. دعنا نبدأ من المخاوف، يعني هي مخاوف وهي مخاوف حقيقية ومخاوف منطقية أثيرت من مد شيعي. على العلماء أن يتحركوا الآن في كل المحافظات في مصر، يعملوا قوافل يبينوا للشباب الخطر الشيعي، لأن خلاص بقينا في الأحضان. في غزة الآن كلها متشيعة، كلها شيعية، منها 2 مستوصفات ومستشفى، وهناك مؤسسات أخرى بالإضافة إلى الجهاد الإسلامي اللي هو متشيع. طيب لماذا هذا الخوف من هؤلاء الإيرانيين اللي أنت بتسميهم أبا التشيع؟ إذا كان المسلمون السنة يتفاخرون بأنهم 9 أعشار الإسلام، إذا كانوا 9 أعشار الإسلام ليش خايفين من هالعشر؟ السودان الشقيق كانوا وجهوا لي دعوة اللي انت شفتها هذه وانا بقول لهم ان شاء الله بعد العيد، بعد ما ارجع ان شاء الله من بلد شقيق هاجي لكم ان شاء الله، لان قالوا لي الرفض انتشر بطريقة رهيبة جدا. فقضية التشيع الآن بدأت تأخذ طريقها في مصر. أنا القرية التي بجوار قريتي فيها 52 شيعي قرية. وحاسس ان الشيعي بدأ ينتشر حتى في مصر، حتى في القرى بينتشر. هو ضئيل جدا، بس يعني عاوزين نعرف ازاي نتصدى ليه كشباب سلفيين. المتشيعون في مصر بالك ازاي؟ اطباء ومهندسين وعدد كبير جدا على فكره. في مدارس شيعيه في مصر. طب وايه المشكله؟ لا مشكله ازاي يا استاذ؟ المشكله ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه اسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما حاصل النهارده، اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه، الروافض. حتى في ماليزيا وفي اندونيسيا هناك يعني عمليات تشييع تجرية. وصلوا المغرب وطردوا ملك المغرب. خلقوا رموز حتى في المغرب، خلقوا رموز في موريتانيا، خلقوا حتى في نيجيريا يا دكتور. لهم حسينيات يعني، وليس يعني نحن هذا الكلام لم نكن نسمعه من قبل ولم يكن مألوفا ولا يعني واردا، لكنه الآن قائم عبر حسينيات وصلت حتى اندونيسيا واليابان. يعني انا فوجئت برضو من فترة ان هناك نشيد موجود على الموبايلات ومع الاسف مع بعض الاخوة السلفيين، صلى الله على طه خير الرسل وأزكاها وعلى الكرار أبي الكرماء وعلى الزهراء وأبناها. الله أكبر. صارت الآن كتب الشيعة والدعوة إلى التشيع تنتشر في البلاد وتوزع كتب في المساجد ويكون معارض لنشر دعواتهم وأفكارهم. في كلمته دق رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام البشير جرس انذار لتنامي المد الشيعي بالسودان، وطالب الحكومة بإغلاق الحسينيات الشيعية بالسودان وتصفية المراكز الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية بالخرطوم وتجفيف معهد الإمام جعفر الصادق بالعمارات. وتساءل عن دور الدولة في تدفق وتسريب 8 ملايين كتاب للسودان، وتأسف على غياب مجلس المصنفات في حظر الكتب الشيعية. فأرجو من الإخوان المسلمين في مصر ومن الدكتور مرسي أن يجفف منابع التقارب مع إيران ويجفف منابع التقارب مع الشيعة، ولا يتذرعوا بأن مصر عمرها ما تتشيع. أهل السودان تشيع. مر عليها الغزو الشيعي إلى قلب العالم الإسلامي وسرق منا كثير من شباب أهل السنة. في القنوات فلقيت حاجة اسمها قناة أهل البيت، فسمعت طبعا كلام غريب جدا. يعني يا ريت انتوا حضراتكم كعلماء تختصوا بالرد عليهم. يعني جايبين بيقولوا أدلة الشيعة من القرآن الكريم ان بالإمامة لسيدنا علي، وجايبين أدلة من السنة. أدلتهم من القرآن طبعا كلام خطير بيهدم الدين تماما. النفس الشيعي في مصر لازم نبطره، انا هبطره، انا والشباب هنبطره. انا بقولها للمسؤولين اهو، اكفونا هذا الامر، لن نصطدم معكم، ولكن اقسم بالله نبادئ بالشباب من الاسبوع القادم في تمشيط الدولة قرية قرية، مركز مدينة، والله ما نترك
والله ما انا تارككم. ولكن الذي يؤذيني اكثر ما يؤذيني ان اسمع مداخلات من هنا وهناك تقول انا سني لكن من اليوم انا شيعي. من سكان نيجيريا النهاردة اصبح 3/4 شيعة. سادسا، من الاسئلة البغيضة التي نهى الشرع عنها السؤال عما شجر بين السلف الصالح من قتال اللي ضرب سيدنا علي وسيدنا معاوية، وقضية التحكيم، وموقف سيدنا عمرو، وموقف سيدنا ابو موسى، وموضوع الحسين ومن اللي قتلوه. انت بتخوض في الكلام ده ليه؟ هتستفيد ايه؟ بتسأل ليه؟ يا اهل السنة قوموا، يا اهل السنة قوموا من هذا النوم العميق، وإلا المغول الجديد سيأتي ستنسون ما حدث في العراق. إخواننا الوهابيون نائمون، غيروا على عقيدتكم، غيروا على دينكم، غيروا على دنياكم يا أصحاب المال، يا أصحاب العقيدة. نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية. فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم. بالله عليكم، مصر الكنانة تصير مرتعا للروافض. ولذلك وددت إن شاء الله أن أحدثكم في خطب متتالية حول خطر الصفويين وما معنى الشيعة الصفوية ومبادئها ومخططاتها حتى لا يصل التشيع إلى غرب إفريقيا، وقد وصل. لم يعد التشيع فقط في الخليج، وخاصة بعد نجاح حزب الله في لبنان في معركته ضد الصهاينة. فرق شاسع قبل التشيع وبعد التشيع. قبل التشيع حتى قال بعض أهل البلد لأخيه ولشقيقه: كنا نتعلم منكم حب الصحابة، كنا نتعلم منكم توقير الصحابة، فضل الصحابة، من هو أبو بكر ومن هو عمر ومن هو عثمان ومن هي أم المؤمنين عائشة، ما الذي حدث؟ فرد عليه قائلا: كنا في غيابة وفتحنا، كنا عمي وفتحنا. إياكم يا أهل مصر يا أهل النخوة أن ترضوا بشيعي واحد يدخل دياركم. والله لو متم على الكشري وكسرة الخبز. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود. والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر.